تعالي أقول لِك على أفضل وأسهل طريقة لعمل البرسيل جل في البيت، وكمان ينفع معاكِ صابون للأطباق أو المواعين، وبطريقة رهيبة جدًا، ما فيش أبسط ولا أسهل من كده بمكونات بسيطة جدًا، وكمان نضافة ورغوة رهيبة جدًا. عايزة أقول لكم بقى يعني ما فيش كلام بعد اللي قدامكم ده موجود، بجد طريقته حلوة جدًا، ما فيش أبسط ولا أسهل من كده. هينفع معاكِ للأطباق، وهينفع معاكِ للغسيل الألوان وكمان الأبيض. نضافة ورغوة رهيبة، مش هاطوّل عليكم في الفيديو يعني بُصّوا المنظر جميل إزاي، وكمان السُمك بتاعه حلو جدًا، وممكن كمان تزوّدي لو عايزاه أخف من كده، بس أنا صراحة باحب يكون تقيل معايا ما يكونش خفيف. كل اللي أنا هاحتاجه صابونة بحجم مثلًا 180 جرام، الصابون ده أنا كنت عاملاه معاكم على القناة في اليوتيوب، وطريقته سهلة أوي، هو أنا قاسمة الصابونة 2 عشان كانت حجمها كبير، وممكن طبعًا لو ما عندكيش تستعملي أي صابونة بتتجاب من عند الصبانة عادي جدًا، وكمان عايزة أقول لِك نصيحة، جودة الصابونة اللي أنا بابشرها دي أنا عاملاها وإن شاء الله لو شفتوها أو هاسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف علشان تشوفوا الطريقة بتاعتها من الأول خالص عشان يبقى معاكِ الوصفة ناجحة من أولها خالص. يالّا بينا نشوف إحنا عملنا إيه. بشرت الصابونة ناعم جدًا وضِفت لها حوالي معلقتين كبار من السكر، وعايزة أقول لكم الصابون عندي هنا بقى له حوالي 3 شهور، يعني عملية التصبُّن اكتملت تمامًا، ف نزلت عليه بقى بمَيّة مغلية، ولازم تكون المَيّة مغلية ما تكونش فاترة علشان الصابون بتاعي يدوب بسرعة. مع التقليب طبعًا، يعني زي ما إحنا عارفين تصنيع صابون يعني تقليب مستمر. في البداية أنا نزلت عليه بكوبايتين من المَيّة المغلية وقلّبت لحد ما داب معايا تمامًا، ولو أنا حسيت إن في قطع كده ما دابتش ممكن أرفعها على النار على البوتاجاز وما فيش أبسط من كده. طيب أنا هنا باقلّب وحسّيت إن الدنيا كده لسه فيها فتفتة كده شوية، فضِفت لها حوالي كوباية كمان، الكمية كلّها من المَيّة اللي أنا استعملتها حوالي 2 لتر، يعني أنا لمّا باخد أي كوباية مَيّة بتكون من الكمية اللي أنا محضّراها معايا، تمام كده؟ بعد التقليب حسّيت إن الدنيا هنا خلاص بقت ما شاء الله زي ما أنتم شايفين، فأنا هاسيبها تهدى شوية تمام، يعني مش هتهدى هي هتبرد شوية وبعدين هاضيف المَيّة بتاعتي بالتدريج، يعني ما احبش أنزل بالمَيّة دُفعة واحدة علشان الوصفة بتاعتي ما تفصلش منّي وتبوّظ لي كل اللي أنا باعمله. عايزة أقول لكم جودة الصابونة اللي أنا عاملة بيها بجد البرسيل ده كانت رهيبة، لإن فيها إضافات كتير، فيها ليمون وفيها كربوناتو وفيها كلور وفيها ملح ليمون، يعني فيها حاجات كتيرة جدًا هتغنيني عن أي إضافة ممكن أضيفها في الصابون. كل إضافة المَيّة كل ما باضيف مَيّة بالاقيها الشكل اللي قدّامي ده الخليط بيتقل، ما بيبقاش خفيف، بُصّوا بدأ معايا يتكتل، يعني يكاد يكون هيتصبّن تاني ويكون صابون. كل ده أنا بافُكُّه بإيه، خلاص كده أنا خلّصت المَيّة المغلية خلاص، نزلت عليها بالمَيّة الساقعة العادية، مَيّة باردة جدًا مش سخنة، ففي الحالة دي أنا بابدأ بقى أحس الخليط بتاعي بيتقل كل ما باضيف كوباية مَيّة، وزي ما اتفقنا إحنا الكمية كلّها حوالي 2 لتر من المَيّة، فأنا كل ما باضيف حوالي كوباية مَيّة مع التقليب المستمر، الخليط بتاعي بيزيد. هاقلّب باستمرار. عايزة هنا أورّيكم أنا هنا ممكن أكون طوّلت شوية معاكم في الفيديو بس علشان أورّيكم كل التفاصيل. عايزة أقول لكم بقى هنا أنا ضِفت كوباية مَيّة عادية، ونزلت عليها بمعلقة من الملح الطعام العادي، ولو عندِك ملح خِشن يبقى أفضل طبعًا. قلّبته دوّبته خالص في المَيّة وهانزل عليه وهنشوفه بعد ما بانزل على الخليط هيعمل إيه. بعد إضافة الملح هنا، الملح ليه؟ الملح هنا بيزوّد اللزوجة بتاعة الصابونة بتاعتي، وفي نفس الوقت بتدّي له غلاظة كده، بُصّوا المنظر، كده بقى معايا شبه المهلبية بالضبط، تمام؟ فأنا هاعمل إيه، هاضيف الكمية كلّها، هي كانت حوالي كوباية على معلقة من الملح، يُفضّل لو عندِك الملح الخشن ده بيدّي نتيجة هايلة، بيبقى أفضل طبعًا من ملح الطعام. مع التقليب بقى، أنا عمّالة أقلّب كده وهابدأ أزوّد المَيّة تاني العادية، أنا كده خلّصت كمية المَيّة اللي بملح، كل ما باضيف مَيّة كل ما باحس بلزوجة أكتر في الخليط. عايزة أقول لكم الوصفة دي لحبايبنا وأهلنا في فلسطين، يا رب، يا رب يزيح الغُم عنهم يا رب وينصرهم، لإن هُم ما عندهمش أي إمكانيات، الوصفة دي الحقيقة تنفع ليهم،
ويا رب يا رب دعواتكم يعني بيزيح الغم عنهم وينصرهم ويثبتهم على اللي هم فيه. كده الكمية بتاعتي بدأت اهي تبان، هيبقى فيها شفافية طبعا، وهيبقى فيها لزوجة كده. وطبعا ايه اللزوجة؟ احنا زي ما اتفقنا قلنا طالما ايه الصابونة بتاعتي الجودة بتاعتها عالية يبقى هي هتنجح لي الوصفة بتاعتي اللي هي البرسيل جيل. طبعا هو يمشي معاكي برسيل، يمشي معاكي صابون اطباق زي ما انت حابة. طيب انا هنا ايه ده؟ دي الوان اسمها مايكا، ودي الالوان دي خاصة بالصابون، ودي ممكن نستبعدها تماما لو هي مش موجودة عندنا. بس انا عاملاها او ضفتها لان هي عندي ضفت كده بطرف المعلقة علشان التصوير مش اكتر، لكن احنا هنعمله في البيت مش ضروري خالص الوان، وهيكون معاكي الجودة بتاعته زي ما هي. اضافة اللون مش بتغني عن اي حاجة، لكن هي اضافة اللون بتكون علشان الشكل مش اكتر. تمام. انا هنا حبيت بقى يعني ايه اتقل بقى بالراحه شويه، يعني حبه حبه كده. الالوان المايكا دي معروفه جدا، دي هي خاص بالالوان خاصه جدا للمكياجات وتصنيع الصابون والحاجات كده. تمام. هقلب تقليبه حلوه عشان ابقى كل الالوان اندمجت كده كلها مع بعض. وعايزه اقول لكم يعني كده خلاص الصابون بتاعي خلاص أو كده خلاص مفيش أي حاجة تانية. بس ممكن بقى حابة تضيفي ريحة، ممكن تمام في اللي هي الروائح العطرية دي ممكن تضيفيها. بس أنا بصراحة يعني فضلت إني عندي الصابونة بقوة الليمون، يعني كنت عاملاها بالليمون بعصير الليمون بس، ما كانش فيه إضافة مية غير بالليمون. طيب أنا كده هسيب الخليط بتاعي يهدى كمان لأن هي لسه دافية، كل ما بيهدى كل ما بتزيد غلاظة. بصوا المنظر عامل ازاي. انا ممكن اضيف ميه كمان، بس انا بصراحه حبيت اخليه الخليط بتاعي كده تقيل، علشان لو اخدت منه اغسل مثلا الاطباق ولا حاجه بزوده ميه ويبقى معايا جميل جدا ورغوه رهيبه. ان شاء الله هوريكم الرغوه، هنشوف كل اختبار الرغوه بتاعتنا عامله ازاي. طيب هنا بقى خلاص خلصنا. فيديو رهيب، فيديو جميل بجد، سهل قوي قوي قوي، مفيش اي مشكلة فيه. يلا بقى نعمل اختبار الرغوة بتاعتي. جبت شوية كده من الصابون، وهبدأ بقى كده بليفة بدون اي اضافات، وهبدأ بقى اشوف الرغوة بتاعتي عاملة ازاي. الكمية دول يغسلوا شوية محترمين جدا جدا من الأطباق أو الكوبايات أو المواعين عموما. ولو حابة طبعا هتغسليه أو هتستعمليه في الغسالة، هتاخدي منه مثلا مكيال من الصابون البرسيل اللي احنا عملناه ده، وهيكفي معاكي كمية حلوة جدا للملابس. خلاص الفيديو بتاعنا خلص، يا رب ان شاء الله يكون عجبكم. والرغوة الرهيبة دي كانت ريحته جميلة وجودته عالية جدا، جربوه ان شاء الله وانتظروني في الفيديو الجاي. ان شاء الله هنعمل مع بعض صابون جوز الهند.